قصة اليوم قصة سوريا اللي تعاطف معها الشعب الجزائري، اللي بانت في قناة الشروق، اللي قالت انها تبرعت بالكلوة ديالها للزوج تاعها اللي كان مريض، بعد ما انه اهله وخاوته يعني ما حبوش يتبرعوا له. هي تطوعت من ذاتها يعني باش تحمي العائلة تاعها وتشوف ولدها سعداء وزوجها بصحته، تبرعت له بالكلوة ديالها، وفي الاخير قبلت بالجحود والنكران، وقوبلت كذلك بالطلاق بالثلاث. هذه هي قصة سوريا. كلمة سوريا يعني هي واحد الإنسانة الذنب تاعها الوحيد أنها عايشة في أفكار وعايشة في معتقدات وعايشة في خلفيات أنها لازم تضحي. من طلب التضحية من سوريا؟ لا أحد. نفسها بوحدها هي اللي حبت تضحي بكليتها وتمدها للزوج تاعها. هذا التصرف قانوني لا يجوز قانونا، لأنه ما فيش مادة في القانون تقول لك أنه تتبرعي لأي طرف بإلزامية التبرع بأي عضو من أعضائك لأي طرف. هذه قانونيا القانون لا يحميها، القانون لا يحمي المغفلين، لأنه لا توجد أي وثيقة تلزمك بالتبرع. هذه قانونيا يعني خسرت قانونيا. حتى لو تدعي عند أكبر المحامين في البلاد ما راح تاخذ منه لا حق لا باطل، لأنها التطوع أو التبرع تاعها كان تبرع يعني برضاه. هذه من الناحية القانونية. من الناحية الاجتماعية تعاطف عظيم وكبير، وخاصة من النساء لسوريا تعاطفوا معها، ولكن التعاطف لا التعاطف والشفقة وانه غتيني وانه انت ضحية، هذا لا يغير في الواقع شيء. لا يرد لسوريا لا زوجها ولا كرامتها المهدورة ولا حتى كليتها التي فقدتها. التعاطف يا جماعة لا يعوضنا عن شيء، بالعكس التعاطف لديه يعني مثل ما يقول نتائج أخرى. نتكلموا على الجانب الشخصي. سوريا خرجت في التلفزيون وتكلمت وحكت قصتها لأنها ما عندهاش وش تخسر، لأنها خسرت كل شيء. حست سوريا لي في وقت ما أنها خسرت كل شيء، خسرت الزوج تاعها وخسرت دارها وولادها اللي راهم عندها أطفالها الثلاث اللي رجعت بهم لدار باباها. راهي اليوم يعني في صحة، يعني مش في أحسن صحة باش تقوم بهم، لأنها فقدت الكلوة تاعها، والكلوة تاعها لما تنحي أي عضو من الجسم تاعك فإن صحتك راح تنقسم على اثنين. لم يعني تنل سوريا إلا الخذلان والجحود. علاش؟ لأنها لم تعطي الاعتبار أو الاستحقاق لنفسها، لأنها كانت مش حابة نفسها. لو كان جات سوريا تحب نفسها وعندها استحقاق عالي بنفسها، مستحيل أنها كانت تتبرع بالكلوة تاعها، مستحيل، من رابع المستحيلات، من رابع المستحيلات. هي جرت مر حلم تحول إلى لعنة. في يوم من الأيام تحول حلمها إلى لعنة. حلم سوريا أنها كانت تحب أنها تكون في أسرة متوازنة والزوج صحيح يقوم بمهامه الزوجية مع أولاده ويدخل ويخرج عليها بكامل صحته، ولكن تحول هذا الحلم إلى لعنة. الاستحقاق أكبر حاجة تخلي الإنسان يحافظ على كرامته ويحافظ على الناس اللي يحبهم في حياته يبقوا موجودين، هو الاستحقاق، أن يكون عندك استحقاق كبير. سوريا فقدت هذا الاستحقاق بأي طريقة، فقدت سوريا الاستحقاق، والتبرع تاعها كان خطأ فادح. على هذاك الشيء خرجت سوريا في التلفزيون وتكلمت وهضرت بمشاعر يعني بخذلان وحزن وأسى يعني، وهي تحت الصدمة. لا زالت سوريا تحت الصدمة. كما قلت التعاطف لا يغير من الواقع شيء. الحكاية هذه كانت في تلفزيون الشروق من أيام، الشعب كامل تعاطف مع سوريا ويعني والفيديوهاتها يعني انتشروا في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذا التعاطف لم يغير من واقع سوريا شيء. بقيت مطلقة وبقيت فاقدة لكلوتها وصحتها ومطلقة ب3 أطفال في بيت أهلها، يعني فقدت كل شيء. أهم حاجة في الإنسان أنه يكون عنده استحقاق عالي بنفسه حتى ما يخسرش. هذه قصة سوريا هي حكايتها حتى تكون عبرة لكل النساء، لكل إنسان تخول له نفسه أنه يتبرع في يوم من الأيام. والتبرع يكون يعني في شروط، مثلا للوالدين وأحد الوالدين للأبناء، تبرع يعني اللي ما يكونش هناك جحود. أما تتبرعي لزوجها والزوجها نفض ريشو عليها وقالها أنك مطلقة وعطيتيني بياسة أوريجينال،
الى غير ذلك من الكلام يعني يعني القاسي. المهم حنا واش نقولوا، ربي يعوض سوريا، يعوضها ما احسن. ان شاء الله نيتها تخرج فيه، ان شاء الله نية سوريا تخرج فيه، والنية الطيبة تاعها اكيد يعني ربي سبحانه راح يتولى سوريا. لانه ما يمكنش انه الانسان يقابل يعني الخير اللي يقوم به يقابل بالخذلان ويعني والجحود الى غير ذلك. فنقول انه سوريا بينها وبين مولاها ان شاء الله ربي يعوضها خير. والزوج تاعها هذا يعني بينه وبين مولاه يعني الشيء اللي قام به غير قانوني، وللاسف قانونيا لا يحاسب الزوج، لانه العصمه اولا عصمه الطلاق والزواج بيده، هو طلقها عنده الحق هذا لانه هو اللي تزوج بها. والكلوة تاعها اللي تبرعت بها هي في الوثائق المستشفى راهي كانت قابلة وبرضاها. فهذا الزوج لا يتابع لا قانونيا ولا شيء. الخاسر الوحيد من هذه الحكاية كلها هي سوريا، والمتضرر دائما هو الذي يلجأ للقضاء. ربي يعوض سوريا. وهذه حكاية سوريا إن شاء الله تكون رسالة لكل واحد اللي يجي يدير عمل الخير أو يجي يدير عمل حاجة لازم يخمم، يضرب الحساب في راسه. لأنه الواقع اللي رانا فيه ما بقات فيه كلمة، ما بقات فيه حتى حاجة، بقات الثقة في الوثيقة. الأمور أي حاجة تخرج بين اثنين أو اتفاق بين اثنين فيكون في وثيقة، لأنه الناس راهي تدور تتكلم وتدور. هو في الأول كان يقولها أنت زوجتي ونحطك على راسي ومنا، وبعد ما استعفى ويعني ورجع أنفاس ورجعت له صحته دار عليها جزاء سنيومار، يعني رامها من أعلى القصر. هذا هو جزاء سوريا. وإن شاء الله هذه تكون عبرة لكل الناس. ساندي ديزاد كوتش علاقات. ان شاء الله الفيديو يكون الفكرة تاعو وصلت. ما تنسوش تجميل الفيديو وتحطونا تعليقاتكم اسفل الفيديو. سلام.